يا ترى ليه الحمار الوحش مخطط؟ فالسؤال ده حير العلماء والباحثين لعشرات السنين، لكن الأبحاث الحديثة بتوضح إن الموضوع ده مش مجرد شكل جمالي. فأول تفسير هو الحماية من الحشرات، فالخطوط السوداء والبيضاء بتشوش على عيون الذباب والبعوض وبتخليهم أقل قدرة على الهبوط على الجلد، وده طبعا مهم جدا لأن الحشرات دي في بيئة السافانا بتنقل أمراض خطيرة زي الطفيليات وفقر الدم. والتفسير التاني هو التمويه، فلما القطيع بيتحرك مع بعض الخطوط بتتداخل وبتعمل زي موجات بصرية بتصعب على الأسود والنمور إنها تحدد حيوان واحد علشان تهاجمه، يعني الخطوط بتزود فرص النجاة بشكل جماعي. وفي كمان فرضية حرارية بتقول إن اللون الأبيض بيعكس أشعة الشمس في حين إن الأسود بيمتصها، والتباين ده بيخلق فروق صغيرة في درجة الحرارة على سطح الجلد، وده ممكن يساعد على تبريد الجسم وسط الحر الشديد. وعلماء السلوك الحيواني بيأكدوا إن كل حمار وحش عنده نمط فريد من الخطوط زي بصمة الصباع عند الإنسان، وده بيسهل على الأفراد إن هم يتعرفوا على بعض جوه القطيع، وده طبعا عنصر مهم جدا في حياتهم الاجتماعية. وبالتالي الخطوط دي مش مجرد لغز ليه إجابة واحدة، لكنها تكيف بيولوجي متكامل، حماية من الحشرات وتمويه ضد الحيوانات المفترسة وتنظيم للحرارة وكمان هوية فردية.